كتير مننا بيحس إن حياته ماشية بالعافية، يوم بيعدي يوم ويوم تاني بيعدي يوم وهي ماشية. كل يوم نفس الروتين ونفس الضغوط ونفس التشتت، وساعات بتقولي لنفسك طب هو أنا هفضل كده لحد إمتى؟ اللي عايزاكي تفهميه إن حياتك مش محتاجة انقلاب كبير ولا حاجة. حياتك محتاجة عادات صغيرة بس تأثيرها كبير جدا، لدرجة إنها ممكن تغير حياتك كلها من تحت لفوق. إحنا بنفتكر دايما إن التغيير لازم يبقى خطوة ضخمة أو قرار مصيري. التغيير الحقيقي بيبدأ من 5 حاجات بسيطة، 5 عادات صغيرة لو دخلوا يومك هتحسي إن طاقتك اتغيرت ونفسيتك اتحسنت وتركيزك بقى أحسن ونظرتك للدنيا بقت أهدى وأوضح. العادات دي هتخليكي تقومي من السرير وانتي حاسة إن في هدف في الحياة، وهتخلي يومك أخف، وهتفتحلك أبواب ما كنتيش متخيلة إنها ممكن تتفتح. وفي الفيديو ده هقولك على 5 عادات بسيطة بس مفعولها زي السحر، عادات لو ثبتيها في يومك حياتك إن شاء الله هتتغير للأحسن، واحدة واحدة إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو. ويلا بينا نبدأ نشوف ايه هي العادات اللي ممكن تقلب حياتك للأفضل إن شاء الله. أول عادة معانا وهي الامتنان. في ناس كتير على طول حاسة إن حياتها واقفة، إنها مهما تعمل مفيش حاجة بتتغير. بيحسوا إنهم محبوسين في دايرة ضغط وتوتر، وده لأننا بنغفل عن حاجة بسيطة جدا ويمكن نعتبرها عادية، لكن تأثيرها في حياتك كبير جدا. حاجة لو دخلتيها في يومك هتفتحي أبواب رزق وراحة نفسية ومشاعر إيجابية بطريقة مش متوقعة، وهي الامتنان. الامتنان مش كلمة ولا فكرة ولا موضة، الامتنان طاقة، والطاقة دي بتغير حياتك من جوه قبل بره. طب هتقوليلي يعني ايه امتنان؟ هقولك، الامتنان هو انك تبصي حواليكي وتشوفي نعم ربنا اللي موجودة كل يوم، وبتنسي انك تشكري ربنا عليها. الامتنان انك تركزي على اللي عندك مش اللي ناقصك. الامتنان انك تقدري التفاصيل الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير. والحلو في الموضوع بقى إن ربنا وعدك طالما شكرت هيزيدك من اللي بتحبيه، هيزيدك رزق وراحة وطمأنينة وصحة وعلاقات أحسن. كل ده بيكبر بالامتنان. طب حد هيسألني ويقولي ليه الامتنان مهم قوي كده؟ هقولك، لأن الامتنان بيعلم مخك عادة اسمها إنه يشوف الخير. واسمعي دي كويس، اللي عقلك بيدور عليه هو اللي بيكتر في حياتك، لأنك لما تركزي على التعب هتشوفي تعب أكتر، ولما تركزي على المشاكل هتلاقي مشاكل في كل زاوية، ولما تركزي على النعم ربنا بيوريكي نعم أكتر. وعايزة أقولك إن الامتنان كمان بيقلل التوتر والقلق، وبيهدي المشاعر، وبيحسن النوم، وبيزود طاقتك. بيزود فعلا طاقتك طول اليوم، وبيخلي عندك قدرة على استيعاب الناس والتعامل مع الضغوط. نفهم من كده إن هو مش مجرد إحساس، ده نظام تشغيل جديد للمخ. عايزاكي كل يوم قبل النوم تكتبي 3 نعم كانوا في يومك، وعايزاكي كمان إنك تمتني لنفسك. زي ما سمعتي، امتني لقوتك، لصبرك، لاختياراتك، لمحاولاتك. امتني إنك اتغيرتي عن زمان، وإنك لسه بتكبري وبتصلحي من نفسك، لأنك لما بتقدري نفسك قيمتك بتعلى في عينك وعين كل اللي حواليكي. خدي القرار من النهاردة إن كل يوم هيكون في لحظة امتنان، لحظة صمت، لحظة تركيز، لحظة شكر. وصدقيني هتشوفي ازاي يومك ومودك وطاقتك وحتى رزقك هيتغيروا. الامتنان مش عادة، ده مفتاح، ومفتاح الخير دايما بيبدأ بكلمة الحمد لله. تاني عادة معانا وهي الروتين اليومي. كلنا في وسط زحمة الدنيا ووسط المسؤوليات والضغوط والتفاصيل اللي ما بتخلص، هتلاقي كل واحدة فينا محتاجة لحظة
تهدي بيها قلبها وتفتكر إن ليها سند ما بتبدلش، والسند ده هو ربنا. الروتين ده هياخدك لروتين بسيط وعملي تلتزمي بيه كل يوم، هيقربك من ربنا وهتهتم بنفسك، وهيفتحلك أبواب راحة مش هتفهميها غير لما تجربي. عايزاكي أول ما تصحي من النوم، وقبل ما تمسكي الموبايل، وقبل ما تقومي من على السرير، عايزاكي تقولي: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الجملة الصغيرة دي بتبرمج يومك كله على الشكر. عايزاكي برضو تعملي لنفسك ورد بسيط، حتى لو صفحة واحدة، مش لازم كتير، المهم الاستمرار. عايزاكي تعرفي إن الصفحة دي هتدي روحك طاقة وثبات بشكل مستحيل تتخيليه. وانت بتشربي قهوتك أو شايك، اقري أذكار الصباح، حتى لو 5 دقايق بس. انت كده بتدلعي روحك بالحماية والراحة. واختاري حاجة واحدة تعمليها لوجه الله، مثلا دعوة لحد محتاج، صدقة بسيطة، مساعدة في البيت بنية الأجر، مسامحة حد أذاكي، كلمة حلوة تجبري بيها خاطر حد، لأن ربنا بيحب التفاصيل الصغيرة دي. وطبعا قبل كل ده الصلاة لازم تكون في وقتها على قد ما تقدري. كل مرة هتصلي الصلاة في وقتها هتحسي إن اليوم ماشي بنعمة غريبة جدا. عايزاكي تعرفي إن كل خطوة صغيرة بتقربي بيها من ربنا هتلاقي مقابلها راحة واتزان وهدوء، وهتحسي إن حياتك بتتظبط من غير ما تبذلي أي مجهود. طب إحنا خلاص غذينا روحنا بالامتنان وروتيننا مع ربنا، نيجي بقى لعقلنا. أنا محتاجة برضه عقلي يتغذى عشان ياخدني لحتة أفضل. طب هغذي عقلي إزاي؟ هقولك: امسكي كتاب تقري فيه شوية. طب هتقولي أنا ما عنديش كتب، اسمعي فيديو تحفيزي، لأن لازم يكون في يومك وقت لتغذية عقلك. ما ينفعش أعيش حياتي كده من غير ما أعمل حاجة مفيدة تفيد عقلي، لأن عقلي لما يستفاد كل أفكاري هتتغير، ولما أفكارك هتتغير حياتك هتتغير. خلاص غذينا عقلنا كمان، نقوم بقى نهتم بنفسنا. قومي خدي دش بقى، والبسي حاجة انتي بتحبيها، اعملي مثلا سكراب، حطي برفان، اصبغي شعرك لو حابة، حطي مكياج خفيف كده. بس طبعا وانتي قاعدة في البيت رطبي ايدك، اهتمي ببشرتك بالذات، لان كلنا بنغسل مواعين كل يوم، والصابون بيأثر على ايدينا. عايزة اقولك ما تخليش الحياة تسرقك وتنسي نفسك وسط مسؤوليات الحياة. تالت عادة معانا: اتعلمي تقولي لأ. في حياتنا اليومية كتير بنلاقي نفسنا مضطرين نقول أيوة عشان ما نحرجش حد أو عشان نرضي الناس. بس الحقيقة اللي لازم تعرفيها إن مفيش حد يقدر يعيش حياتك غيرك، ومفيش حد مسؤول عن سعادتك غيرك. لما تقولي لأ مش معناه إنك شخص وحش أو أناني، لأ بالعكس، ده معناه إنك بتحمي نفسك وطاقتك ووقتك. الوقت والجهد اللي هتضيعيهم في حاجات مش عاجباكي ممكن تستغليهم في حاجات تفرحك وتطورك. وطبعا مش هنقول لأ لكل الناس، هنقول لأ بس للناس المؤذية، الناس اللي مش برتاح معاهم، اللي مش بلاقي نفسي معاهم. خليكي فاكرة دايما إن كلمة لأ مش جريمة، دي خطوة ذكية بتحمي بيها قلبك ووقتك وسعادتك. رابع عادة معانا: تصفية الناس السلبية من حياتك. لو حسيت إن في ناس وجودهم في حياتك عامل زي الحمل، مش بيدوكي طاقة، بالعكس ده بيسحبوا طاقتك منك كل يوم، دول لازم يتصفوا من حياتك. احنا كستات وبنات بنستحمل كتير، وبنعدي وبنسكت وبنتغاضى عشان بس مش بنحب نزعل حد. بس الحقيقة إن أكتر حد ممكن يأذيكي هو اللي انتي سايباه يدخل طاقتك وعقلك وقلبك، وهو أصلا ما يستاهلش. طبعا الناس السلبية أنواع، في اللي دايما شايف إن كل حاجة سودة، مهما قلتي خبر حلو تلاقيه بيرد: بس خلي بالك، أصل الموضوع صعب، أصل الناس وحشة.
وفي اللي وجودها في حياتِك عبارة عن مشاكل ونكد وطاقة وِحشة، وفي اللي بيقلل منِّك أو بيستخف بمجهودِك أو بيسيء الظن فيكِ طول الوقت، وفي نوع تالت اللي هو عايز ياخد وياخد وياخد وما فيش يوم يقول لِك فيه أنتِ كويسة، أنتِ محتاجة حاجة. اللي عايزة أقوله لِك إنِّك مش مجبرة تفضلي شايلة ناس تعباكِ عشان العِشرة. العِشرة اللي بتوجع ما تبقاش عِشرة، والعِشرة اللي تكسرِك مش فرض عليكِ. أول خطوة في تصفية الناس السلبية هي إنِّك تسمعي إحساسِك. لو في حد كل ما يكلمِك تحسي إنِّك اتخنقتِ، أو كل ما تشوفي رقمه بيرن قلبِك بيتنفض، ده مش إحساس عابر، ده جسمِك بيقول لِك ابعدي وريحي نفسِك. اقطعي الاهتمام قبل ما تقطعي العلاقة، قللي الكلام، قللي التواجد، قللي ردودك، وخلي أولوياتك لنفسك وبيتك وجوزك وولادك. اعملي دايرة صغيرة، دايرة نضيفة فيها ناس بتحترمك، ناس بتطمني معاهم، ناس بتحسي انك خفيفة معاهم مش تقيلة. وعايزة أقولك على سر، لما هتصفي الناس السلبية من حياتك ربنا هيبعتلك ناس شبهك، ناس شبه قلبك، ناس وجودهم نعمة، ناس هيفكروك ان الحياة مش كلها ألم، ولا كل الناس بتاخد من غير ما تدي. عايزاكي تسألي نفسك، هل الشخص ده بيزود في حياتي ولا بيستنزفني؟ ولو الإجابة استنزاف امشي من غير خوف ومن غير ذنب، لأني أسوأ حاجة تعيشي معاها هي علاقة بتسحبك لتحت كل يوم. عايزاكي تحبي نفسك وتحمي طاقتك. العادة الخامسة معانا والأخيرة، بلاش تعتمدي على اللي حواليكي عشان يكونوا مصدر سعادتك. اسمعي مني حاجة مهمة، كتير مننا بنعيش حياتنا مستنيين الناس اللي حوالينا يخلونا مبسوطين. بنتوقع من الصحاب، الشريك، العيلة إنهم يكونوا سبب فرحتنا، وإنهم يقولولنا انتي مبسوطة دلوقتي. بس في الحقيقة لو خليتي سعادتك كلها مرتبطة بالناس هتفضلي طول حياتك على مزاجهم. كل مرة حد زعلان انتي كمان زعلانة، كل مرة حد متضايق قلبك بيتقل، كل مرة حد مش مركز فيكي بتحسي انك مش مهمة. تعالي ندي مثال بسيط، تخيلي ان صاحبتك المفضلة طول الوقت متضايقة ومش فاضية تسمعلك، كل مرة تحاولي تفرحي معاها هي مش موجودة. لو سعادتك مربوطة بيها هتحسي انك تعبتي وهتزعلي اكتر، وهتحسي وقتها ان مفيش حد في الدنيا يقدر يفرحك، وده مش صح. السعادة الحقيقية بتبدأ جواكي انتي، من قلبك، من نفسك، مش من حد بره. انت اللي تقدري تضحكي لنفسك، وانت اللي تقدري تحبي نفسك وتدي لنفسك لحظات فرح من غير ما تستني حد يقولك انت تستاهلي تفرحي. طب ازاي نبدأ نعيش حياتنا كده؟ أول حاجة، اعرفي قيمتك، قيمتك لنفسك كل يوم. قولي لنفسك أنا كفاية، أنا أستاهل الفرح، أنا قادرة أصنع سعادتي بنفسي. تاني حاجة، اعملي الحاجات اللي بتحبيها. تالت حاجة، قللي تعلقك بالناس. رابع حاجة، احتفلي باللحظات الصغيرة. في نوعية كده من الناس على طول بتقول لنفسها بس أنا محتاجة حد يحبني، محتاجة حد يفرحني، محتاجة الناس تحس بيا. صح، معاكي حق، كلنا محتاجين حب واهتمام، بس المفتاح مش إنهم يكونوا سبب سعادتك، المفتاح إننا نحب نفسنا ونقدر نفسنا قبل أي حد. وبعدين لما تعتمدي على نفسك هتلاحظي فرق كبير جدا. أول يوم هتحسي بحرية، وأول مرة هتضحكي فيها لنفسك، وأول مرة هتتعلمي تسعدي نفسك من غير ما تستني حد. ساعتها هتحسي بقوة حقيقية، واللي هتحسي بيه بعد كده إن أي حد حواليكي حتى لو مزاجه وحش ما يقدرش يسحب منك فرحتك، لأن الفرح جوه قلبك، انت اللي مسيطرة عليه. وفي نهاية العادة عايزة أقولك، خلي بالك، حياتك ملكك وفرحتك ملكك، ما تخليش حد يسيطر على قلبك ويقررلك انت سعيدة ولا لأ.
وافتكري دايما إن السعادة مش حاجة حد بيديهالك، السعادة فن انت بتصنعيه لنفسك، واللي هيقدر هيحبك ويحترمك وهيتشاف وقتها أكتر لما يشوفك مبسوطة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى نصلي على النبي في التعليقات، وتقولي رأيكم في الفيديو، وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة.